فده اهم موضوع عندك. ليه؟ المريض هيموت وانت هتتسجن. دفعه 2029 سنه ثانيه اسنان القصر العيني، السلام عليكم. الف مليون مبروك النجاح في سنه اولى، ولو ما جبتش الامتياز في سنه اولى ان شاء الله هتجيبه في سنه ثانيه، وخصوصا في الميديسن. زمايلكم كلموني وعايزين يعرفوا تفاصيل عن ماده الميديسن، فان شاء الله انا عامل الفيديو ده ليكم علشان نتكلم رقم واحد عن يعني ايه اصلا الميديسن، هندرس فيها ايه، 2 تقسيمه الدرجات، نظام الامتحانات، اسماء الشباتر، كل شابتر بيتكلم عن ايه، واخيرا ازاي تجيب امتياز في الميديسن. اول حاجه يا دكتور عايزين نعرف يعني ايه انترنال ميديسن. الانترنال ميديسن يا دكتور بالعربي كده الباطنه، دكتور الامراض الباطنيه. ايه يعني يا دكتور الماده دي بتتكلم عن ايه؟ من الاخر كده احنا هندرس شويه امراض، حلو كده؟ امراض زي ايه مهمه ليك كدكتور اسنان؟ زي الضغط، السكر، امراض القلب، امراض الكليه، امراض كتير، تمام؟ طيب يعني دكتور الباطنه هدفه ايه في الطب عموما؟ هو علم يا دكتور بيهتم بثلاث حاجات بالظبط. رقم واحد نمنع الامراض، بريفنشن. ورقم 2 نشخص المرض، اعلمك ازاي تشخص المرض يا دكتور. رقم 3 يا دكتور نعالج المرض، واهم حاجه عندنا في الباطنه هو العلاج. طيب يا دكتور، فاذا الانترنال ميديسن هو برانش من برانشات الطب بيهتم بثلاث حاجات. رقم واحد يا دكتور بيهتم بالبريفنشن. يعني كلمه بريفنشن؟ نمنع المرض. ثم اهم حاجه دايجنوز يا دكتور، نشخص المرض. ثم يا دكتور تريتمنت، علاج للمرض. يبقى اذا انت داخل السنه دي عارف ان ماده الباطنه هدفنا نمنع الامراض، نشخص الامراض، نعالج الامراض. بعد يا دكتور ما عرفنا يعني ايه انترنال ميديسن وعرفنا الباطنه هدفها ايه، انا يفرق معايا وانت يفرق معاك السكور بتاعك، الجي بي اي بتاعك. اولا تقسيمه الدرجات ونظام الامتحان. يا دكتوري الماده عليها 150 درجه، من اكبر المواد اللي عندك في سنه ثانيه. طيب ازاي نجيب ال 150 من 150؟ انت عندك يا دكتور امتحانين، امتحان الميد تيرم وده بيكون امتحان ام سي كيو 30 درجه، وامتحان الفاينل 120 درجه. يا دكتور الميد تيرم نبدا خطوه خطوه. انت داخل كل سنه بدايه الدراسه انت عاوز تجيب ال 30 من 30. احنا لينا سيستم في الشرح والمذاكره والاسئله، تقدر تسال زمايلك في 27 او في 28 دفعه 27 او دفعه 28 ان شاء الله هجيب ال 30 من 30. بس انا عيني على ايه؟ ولازم تبقى معايا عيني على الفاينل. الفاينل عليه 120 وده بيكون بيتقسم ازاي؟ بص يا دكتور، الفاينل 120 درجه بيتقسموا، ال 120 درجه يا دكتور بيتقسموا اول حاجه 90 درجه نظري. يعني ايه نظري؟ المنهج النظري بتاعك 30 درجه بيكونوا عملي. نخلص من العملي اهو، العملي بيكون ام سي كيو، حلو كده؟ العملي بيكون 30 درجه ام سي كيو. طيب ال 90 درجه، ال 90 درجه 30% منهم تقريبا 27 درجه بيكونوا ريتن. اذا الماده بتاعتنا نظام الامتحان بتاعها هينقسم لحاجتين، في جزء نظري وفي جزء عملي. العملي ام سي كيو، حلو كده؟ طب والنظري؟ الميد تيرم بيكون ام سي كيو، الفاينل بيكون ام سي كيو وبيكون ريتن. تمام؟ تمام. يا دكتور هو انا اعرف اجيب ال 150 من 150؟ هتعرف تجيب ال 150 من 150 ان شاء الله، بس نسمع الكلام. زمايلك الحمد لله السنه دي معايا جايبين سكور، والله بجد انا فخور بيهم، 148 من 150. 148 150 في الميديسن، اللي كان اللي بيجيب فيها امتياز كان بيفرح جدا. 148 واللي جايب 147 واللي جايبين 146 والمعظم جايب امتيازات. اذا ال 150 سهل نجيبها. انا هعلمك في الكورس بتاعي ازاي تجيب ال 150 من ال 150. نسمع الكلام وان شاء الله هنجيب ال 150. عايزين نعرف يا دكتور ايه الشباتر اللي هندرسها في الترم الاول؟ من الاخر 4 شابتر. اول شابتر عندنا يا دكتور منهج الترم الاول شابتر الكارديولوجي. الكارديولوجي يعني من الاخر كده امراض القلب، هندرس فيها تقريبا 6 مواضيع. كم موضوع؟ 6. اول موضوع عندنا بالعربي اهو اسمه هايبرتنشن، اللي هو الضغط الدم. تاني موضوع عندنا يا دكتور هو موضوع مهم جدا، الهارت فيلير. تالت موضوع عندنا يا دكتور موضوع للاسف دكتور السنان هو السبب فيه بنسبه كبيره، اسمه انفكتيف
اندوكاردايتس. مش هسيبك كده. ليه دكتور السنان السبب؟ بص يا دكتوري، دكتور السنان اي مريض يجي لك، اي مريض يجي لك عاوز يخلع او يعمل بروسيجر في اسنانه، لازم تساله انت عندك مشكله في قلبك ولا لا؟ ليه؟ لو قال لك عندي مشكله في قلبي بيديله حاجه اسمها بروفلاكتيك انتي بايوتيك، مضاد حيوي. افرض انت ما سالتوش وخلعت له السنه، في بكتيريا في بقه مستنيه تنط وتروح القلب تعمل المرض ده. فده اهم موضوع عندك، ليه؟ المريض هيموت وانت هتتسجن. رابع موضوع يا صديقي هو الروماتيك فيفر. اكيد سمعتوا عنه، اسمه الحمى الروماتيزميه، مهم جدا. خامس موضوع يا دكتوري شوك. يعني شوك يا دكتور؟ ما تقوليش صدمه، ما تقوليش صدمه بس مش صدمه اكيد. انت شغال في عيادتك فجاه المريض وقع منك بقى لونه بيل باهت وبيموت، دي الشوك. هنتصرف فيها ازاي؟ لان غالبا انت السبب فيها فهتتسجن برضه. ملخص المحاضره هتتسجن، فركز بقى معايا. اخر حاجه يا دكتور موضوع لو المريض جاله شوك هنتصرف ازاي؟ حاجه اسمها بيزك لايف سبورت. بس دي يا دكتور امراض القلب 6 مواضيع. ضغط الدم، وده مهم جدا جدا جدا. ان عايز اقول لك لو هتشتغل في مصر 25% من المصريين عندهم الضغط، ربع المصريين عندهم الضغط، والربع الثاني عندهم السكر من الاخر. طيب خد الجميل بقى، عنده ضغط وسكر. طيب القلب، الانفكتيف اندوكاردايتس، روماتيك فيفر، شوك، بيزك لايف سبورت، ده امراض القلب. تاني شابتر عندنا مهم جدا هو الشيست. زمايلك السنه اللي فاتت واللي قبلها كان اسالهم هو ايه اصعب واكبر شابتر في الترم الاول؟ كل يقول لك الشيست. بعد ما خلصنا شرح الشيست والله كانوا بيشرحوه لزمايلهم. فالشيست ممتع جدا لو اتشرح بالطريقه الصح. طيب يا دكتور ايه الشيست ده؟ الجهاز التنفسي. بص يا بيه، ده الجهاز التنفسي بتاعك. هناخد شويه امراض، هناخد مجموعه امراض ليها علاقه بالبرونكيال تري. يعني ايه الكلام ده؟ مجرى الهواء. موضوعين عندنا، رقم 1 حساسيه الصدر اللي هي الازمه، البرونكيال ازمه، وده جالهم في الامتحان فمهم. تاني موضوع، سمعت عن واحد عنده بيشرب سجاير كتير فجاله الرب. واحد بقاله 20 سنه، دي جات لهم كيس في الامتحان، بيشرب سجاير كتير. ده مرض اسمه COPD. طبعا انا قلت الاختصار عشان لو قلت المرض كامل تتخض وانت لسه صغير داخل سنه ثانيه. استنى لما نخلص الترم. يبقى اول مرضين عندنا لهم علاقه بمجرى الهواء، الحساسيه الصدر والCOPD. تمام؟ والاثنين ما ينفعش تخش الامتحان من غيرهم. اهم موضوعين في الشابتر الازمه والCOPD. اوكي. رقم 3 هناخد شويه امراض هنا في الرئه. سيبك من الانفلونزا والبرد والكلام ده، هناخد زي موضوع زي الTB. ايه ده؟ هو الTB ممكن يجي لنا في العياده؟ واحد عنده TB كح في وشك بعد الشر، بقى عندك TB ده التاني. بس هقول لك امتى لما يكح في وشك يجي لك الTB. ايه تاني يا دكتور عندنا؟ عندنا مجموعه امراض اسمها سبيوراتيف لانج سيندروم. دي 4 امراض جات في الامتحان، في الميد تيرم، في الفاينل. ده ملخص الشيست. هندرس الازمه والCOPD، ما تخشش الامتحان من غيرهم. الTB جالهم سؤال ريتن في الفاينل، وجالهم اسئله MCQ في الميد تيرم. السبيوراتيف لانج سيندروم 4 امراض مهمين جدا، جالهم في الفاينل وجالهم في الميد تيرم. ده شابتر الشيست. طيب ثالث شابتر يا دكتور مهم عندنا هو الGI-T. الGI-T يا دكتور اهم موضوع فيه كنت منبه عليه والقسم نبه عليه قبل الامتحان هو البيبتيك ألسر. يعني ايه يا دكتور كلمه بيبتيك ألسر؟ هي قرحه الجهاز الهضمي. لما حد يقول لك يعني بيبتيك ألسر ما تقولوش قرحه المعده، لا، قرحه الجهاز الهضمي. ليه؟ لان الجهاز الهضمي يا دكتور لو حصل قرحه في الاستوفاجس او في الاستومك او في الديودينم او في الانتستين بنسميها بيبتيك ألسر. موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب يا دكتور ايه تاني الموضوع المهم عندنا في الGI-T؟ موضوع اسمه ديسفيجيا. يعني ايه كلمه ديسفيجيا يا دكتوري؟ ديسفيجيا يا دكتور هي صعوبه البلع. واحد عنده مشكله في البلع. ده سؤالين MCQ في الامتحان مهمين جدا، وسؤال ريتن اهو من الاول.
بقول لك ايه المهم ريتن وايه اللي هيبقى المهم MCQ. تالت موضوع في الجي اي تي موضوع اسمه بليدنج، وده ما ينفعش يا دكتور ما تذاكرهوش. يعني كلمه بليدنج؟ واحد بينزف. بنقسمها نوعين، لا بينزف من فوق بيرجع دم، او بينزف من تحت. بينزف من فوق، فوق ابر، فبنسميها ابر. احنا في الجي اي تي، فابر جي اي تي بليدنج، انت فهمت؟ فبتسمي ابر جي اي تي بليدنج. او بينزف من تحت، تحت يعني لور جي اي تي بليدنج. مهمه جدا. يبقى الجي اي تي 3 مواضيع: بيبتيك ألسر، ديسفيجيا، بليدنج. تمام. رابع شابتر يا دكتور الهيباتولوجي، اللي هو امراض الليفر، مش ليفربول عشان عارف اللي بيهزر. الليفر اللي هو الكبد. بص يا دكتور، اهم موضوع والله بيجي في الامتحان موضوع اسمه ليفر سيروزس. الليفر سيروزس بيجي في الامتحان ريتن. سؤال الريتن بتاعه لو ما كتبتوش بالطريقه اللي انا بحفظك بيها مش هتاخد الفول مارك. ليه؟ السؤال بيبقى عليه 5 درجات، بيقول لك اكتب لي اسباب الليفر سيروز. في مليون دكتور بيشرح اسباب الليفر سيروز، اوكي؟ كلهم احسن مني يا عم، ولكن انا بديك الاجابه بتاعت نموذج الاجابه في القصر العيني. فالليفر سيروز مهم مهم مهم. ايه تاني يا دكتور في الهيباتولوجي مهم؟ موضوع في غايه الاهميه، حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن. الليفر يا دكتور بيبقى داخل له بورتال فين، بيحصل ارتفاع ضغط البورتال فين، ده البورتال هايبرتنشن. الموضوع الثالث، حصل التهابات في خلايا الليفر اسمها هيباتايتس. اسمها ايه؟ هيباتايتس. ما تتخضش، انا حاسك دلوقتي وانت بتسمع هتتخاف من الماده. والله الماده ممتعه جدا لو فهمتها، صعبه جدا لو قعدت تحفظ من اول السنه. انا افتكر دفعه 27 ودفعه 28 في البدايه ايه الماده دي، كانوا خايفين، كلهم كلموني الحمد لله، وانا ما بسيبش طالب لوحده. انت معايا من اول يوم لاخر يوم، انا معاك. يعني بعمل خطه لكل طالب لوحده، بقول له تعالى انت ايه ظروفك، انت ايه امكانياتك، طب تعالى نعمل خطه مذاكره للسنه كلها، هنعمل ايه؟ فالهيباتايتس، ايتس يعني التهابات في الهيباتيك تيشو، يعني في خلايا الليفر. ده شابتر اسمه هيباتايتس، فيه اكيوت وفيه كرونيك. طبعا اللي بيسمعني من دفعه 28 سندوتش الكبده، صح؟ كده يا دكتور منهج الترم الاول 4 شباتر: القلب، الرئه، الجهاز الهضمي، والليفر. بس عليهم كام درجه في الامتحان الميد تيرم؟ 30 درجه MCQ. وعد مني لو اتبعت الطريقه اللي بشتغل بيها وركزت معايا ومشيت على السيستم، اهم حاجه في المذاكره النظام، السيستم، 30 من 30 ان شاء الله. دلوقتي يا دكتور هنتكلم عن اسماء شباتر الترم الثاني، بس انا مش عاوز اتكلم عليها باستفاضه. ليه؟ يا صاحبي يا صديقي يا دكتوري، اضمن ال 30 الاول بتوع الميد تيرم، وانا هخليك ان شاء الله تجيب ال 120 من 120 في الفاينل. يعني ما تشيلش هم حاجه قدام، انت نمشي خطوه خطوه، محدش هيوصل للتوب مره واحده، لا احنا ستيبس. في 30 نخلصهم، خلصنا ب 30 وجبناهم الحمد لله، نخش على ال 120. ال 120 والله مضمونين في جيبك، اتبع النظام بس. يعني زميلتكم اللي جابت 148 والله، يعني عايز اقول لك انا السكور ده كانت تقدر تجيب ال 150. اللي حصل انها الترم الاول ما كانتش معايا، فنقصت درجه في الترم الاول. فكلمتني قالت لي انا مش فاهمه الماده وعايزه افهم الماده اكتر يعني، فكانت معانا في الترم الاول. في الترم الثاني، الترم الثاني كان عليه 120 صح، اللي هو الفاينل الترم الاول والترم الثاني. هي جابت في الفاينل 119، نقصت درجه. انا ممكن اوريكم الرساله بتاعتها، ان السؤال اللي هي غلطت فيه قالتها لي كده بالنص: حضرتك كنت كاتبه على السبوره بس انا نسيت اكتبه. فكانت
تقدر تجيب ال 120 من 120 في الفاينل، اللي الكل بيطلع من امتحان الفاينل يقول لك ده الامتحان كان كارثي. ما فيش الكلام ده. كارثي على اللي ما ذاكرش، كارثي على اللي بيذاكر بطريقه غلط. ما انت عشان تجيب ال 150 يا دكتور محتاج حد يشرح لك الماده صح، يقول لك تريكات الماده، يقول لك خلي بالك. انت كلنا اتعلمنا في الاول لا تتعلم غلط لا تتعلم صح، فلازم تخلي بالك، اختار طريقك صح. طيب الترم الثاني باختصار عندنا امراض السكر يا سكر، الدايابيتس، شابتر السكر ده مهم جدا جدا جدا. دكتور الاسنان ما ينفعش يجي لك مريض عنده الضغط عنده السكر ما تعرفش تتعامل معاه، ده السكر. واقول لك ايه المهم ساعتها في الام سي كيو وايه المهم الريتن. تاني حاجه سمعت عن امراض الغده الدرقيه، الثيرويد جلاند. في ظهر الثيرويد في 4 غدد صغيرين اسمها باراثيرويد جلاند، شابتر لوحده. هناخد شويه امراض، 4 امراض في شابتر الكليه، الرينال، 4 امراض بالظبط جالهم في الامتحان السنه دي في الفاينل. ايه تاني يا دكتور؟ كده الترم الثاني خلص؟ كان نفسي اقول لك خلص. بص يا دكتور الترم الثاني شابتر الروماتيزم، الروماتولوجي. شابتر تاني يا دكتور اسمه الانيميا. ما تتخضش والله الطب سهل، الطب سهل. افهم طب والله هتبدع ان شاء الله. يعني انيميا وانفكشن، واحد عنده انفكشن شابتر لوحده 6 امراض. واحد جاي لك بينزف ودي مهمه جدا، شابتر البليدنج. ليه مهم جدا شابتر البليدنج؟ انت معظم شغلك بيجي لك المريض غالبا عاوز يخلع سنته صح؟ لو ما خدتش بالك من الشابتر ده هينزف منك لحد ما يموت، تتسجن انت. ليه؟ احنا بنعلمك في البطنه من الاخر شويه امراض كومن في الحياه. في حاجه عندنا في الطب اسمها ميديكو ليجال، الدكتور لو ما عملهاش هيتسجن، بس سهله بسيطه. تمام؟ فاتعلم تبقى دكتور شاطر. الماده دي هي الماده الوحيده في سنه ثانيه اللي هتخليك دكتور، مش مجرد بتحفظ بس. يعني ايه؟ هقول لك. حد عندك في البيت عنده الضغط، هايبر تنشن، تمام كده؟ الهايبر تنشن معظم المصريين عندهم الضغط، فاكيد هتقابل حد من عيلتك او حد صاحبك عنده الضغط، فما ينفعش يقول لك انا باخد مثلا علاج كذا. طب ايه رايك في العلاج ده؟ ايه رايك في العلاج ده؟ تقول له انا دكتور اسنان. انت دكتور ثم اسنان، فلازم تبقى عارف البيزك في معظم الامراض الكومن، ضغط، سكر، غده، امراض الكليه، حاجات كده من على الوش، بس هتخليك دكتور شاطر. دكتور الاسنان الشاطر، وانتوا كلكم شطار، عنده علم كويس عشان يبقى شاطر في عيادته، يعرف يسال المريض، ياخد منه هيستوري كويس. كده يا دكتور احنا خلصنا الفيديو بتاعنا الانترودكشن عن الميديسن. اتكلمنا ايه بسرعه ملخص. اول حاجه يا دكتور قلت لك ليه بندرس ماده البطنه. طيب يا دكتور قلت لك تقسيمه الدرجات 150 وان شاء الله هتجيب ال 150. ثالث حاجه يا دكتور اتكلمنا عنها هي شباتر الترم الاول، 4 شباتر باذن الله سهلين لو فهمتهم صح. القلب، الرئه، الجهاز الهضمي، الكبد. اتكلمنا عن شباتر الترم الثاني، عرفنا نظام الامتحانات وتقسيمه الدرجات، والسلام عليكم.